صلى اللهم على سيدنا محمد وبارك على أصحابه وآله أجمعين. زي ما قلت لكم يا شباب، أنا لسه مكمل لكم في حكاية يون ابن الشيطان السماوي. فلو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة في قائمة التشغيل أو من التجميع اللي لسه احنا ناشرينها امبارح، فما تفوتوش عظامة العظامة اللي بتحصل دي. وقولوا لي كمان، أنا عايز إن أنا أكمل لكم حكاية تانية مع حكاية يون. هل عايزين لوكاس ترومان؟ هل عايزين أندرياس؟ هل عايزين أي حاجة تانية؟ المغامر الأخير البوم؟ أي حاجة تانية إن شاء الله هكملها لكم، ما عدا يوان وتشونما، عشان دول لسه منزلش فيهم فصول تكفيني حتى ان انا اعمل قسم واحد منهم او قسمين بالكتير يعني. فخلونا نجمع لهم شويه فصول حلوين ونعمل لكم 4-5 اقسام حلوين منهم كل واحد. طولت كتير في المقدمه، يلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقيه الاحداث وبنشوف بطلنا متفاجئ من كلام اهن ان هو بقاله 3 ايام قاعد بيتامل بدون ما ياخد باله، وبيقول لها بطلنا يون 3 ايام ايه؟ فبتقول له هي 3 ايام كنت قاعد بتتامل بتدفق طاقتك طوال المده دي. فبيقول لها يون ايه انت بتتكلمي جد؟ فبتقول له اهن مر 3 ايام على جيتك عشان تشوفني، بديت شارد شويه وكانك في غيبوبه عشان كده ما قدرتش ان انا اقطعك. فبيقول يون بنفسه يا الهي ما شعرتش وكاننا اتدربت ساعه واحده، سيبك عن ايام، هل وصل تركيزي للحد ده؟ مش فاكر الكتير من اللي حصل اثناء التدريب، خلينا نشوف دلوقتي. وبيفحص بطلنا طاقته الداخليه وبيقول ايوه كده، تدفق الطاقه عندي اكتر سلاسه وانسجام مع بعض. فبتقول له اهن هل مشيت الامور بسلاسه؟ هل نجحت؟ فبيقول لها بطلنا انا مدين ليكي باكله فاخره. فبتقول له اهن مبروك ليك يا سيدي الشاب. فبيقول لها يون شكرا ليكي، حصل ده بفضلك انتي. فبتستغرب وبتساله بفضلها ازاي؟ فبيقول لها يون لولا انك اصريتي انك تكملي تدريبك لما قعدتش اتامل حتى وصل بيا الموضوع للدرجه دي. فبتقول له هي في الحاله دي الاكل على حسابك. فبيقول لها يون طبعا اطلبي اللي انت عايزاه، هل ما كلتيش انت كمان؟ فبتقول له اهن طبعا كلت، ازاي ممكن افضل 3 ايام كده بدون اكل؟ ولكن هنا معدتها بتكركر وبتقول انا اسفه، هل خلصت هضمي لوجبه الغداء بالسرعه دي؟ فبيقول يوم بنفسه الغبيه دي مش من النوع اللي ممكن يمشي من جنبي وانا بالحاله اللي كنت فيها، فهي ما كانتش بتاكل لوحدها اصلا كمان، ولا ربما توقفت عن التدريب عشان ما تقاطعنيش. وبيقول لها يون غبيه عنيده انت يا اهن. فبتقول له اهن انا مش كده، فالاغبياء بيحرصوا انهم ما يفضحوش امرهم، اما انا فتعمدت ان انا اوريك حاجه من وفائي عشان تدرك مدى اخلاصي ليك يا سيدي، عشان اتخذ ان الموقف ده فرصه اكسب نقاط اضافيه عندك. فبيقول لها يون دايما انت ثعلبه ماكره. فبتقول له اهن طبعا لسه عندي ديول خفيه ما ظهرتهاش ليه. وبعدها بنروح عند قصر الشيطان السماوي وبنشوف شخص بيقول تحياتي لزعيم الطائفه المعظمه السيد الموريوم الاوحد وحاكمه المطلق، ليك جزيل الشكر على دعوتك الكريمه. وبنعرف ان الشخص ده زعيم طائفه الرياح السماويه العاتيه واللي اسمه باسا. فبيقول له الشيطان السماوي اهلا بجيتك، كم من السنين مرت على اخر لقاء ما بيننا؟ فبيقول له باسا حوالي 10 سنين يا سيدي. فبيساله الشيطان السماوي ازيك وازاي احوالك؟ فبيقول له باسا بيتم العافيه، شكرا لك على سؤالك. فبيبص بعدها الشيطان السماوي لبوذا الشيطاني وبيقول له امل انه ما يكونش تعب السفر تقل عليكم. فبيقول له بوذا الشيطاني حقيقه كانت رحله طيبه، فرحتي بصحبه صاحبي القديم. فبيبص له الشيطان السماوي وبيقول الليل على وشك انه يجي، ولا شك انه عناء السفر تعبكم، اتفضلوا ارتاحوا الليله دي ونتابع كلامنا بكره. فبيقول له باسا نلتقيك قريب يا سيدي. وبعدها بيمشوا من عنده. وبيقول بوذا الشيطاني اللي حصل ده مش كويس، حتى لو كنت من العالم الخارجي فانت لسه زعيم ليه مكانه مرموقه، كان لازم على الاقل يقدم لنا كوب من الشاي. فبيقول له باسا اتاخر الوقت وبقينا في الليل. فبيقول له بوذا الشيطاني الساعه دي لازم يزداد فيها الاكرام اكتر، ما بيهملش فيها حق الضيف. فبيقول له باسا مش في الموضوع اي حاجه بتستدعي ان انا اعمل خلاف، ففي النهايه مش من طبع التملق ولا في نيتي التعرب نفاقا لزعيمكم، عشان كده ارجو انه ينتهي الحديث عند الحد ده. فبيقول له بوذا الشيطاني خلاف بل هو شيء بيمس كرامتك ومقامك. فبيقول له باسا خلينا نبص للجثه دلوقتي حالا. فبيقول له بوذا الشيطاني ليه ما بتاجلهاش لبكره؟ لا شك انك تعبان، استريح الليله وخلينا نبص لها بكره. فبيقول له باسا هرتاح بس لما اموت، ده هو الشيء الوحيد اللي انا عارفه. فبيقول له بوذا الشيطاني لو كنت مصر خلينا نمشي بجد، مال الناس كلهم بقوا عنيدين كده. وبنروح بعدها عند سيو اللي بيقول زعيم طائفه الرياح العاتيه وصل من شويه وجا معاه 10 من اعظم مقاتلين طائفته الملقبين بالعواصف العشرة الكبرى، ومعاهم 100 من جنود الدم النخبه. فبيقول بطلنا بجد حلو قوي. وبيقول بنفسه زعيم طائفه الرياح السماويه العاتيه باسا راجل بيتعرف قدره الفائق على التحكم في طاقه العاصفه الدمويه الشيطانيه، ويعد احد اعظم محاربين الموريوم الخارجي، رغم انه طائفه الدم القديمه كانت بالظاهر
تضاهي طائفة الشيطان السماوي المقدسة، إلا أنه تحولها لطائفة الرياح السماوية العاتية أضعافها كتير، حتى بقت بعيدة كل البعد عن طائفة الشيطان السماوي بمعيار القوة. فبيقول له سيو وردني كمان أنه بدأ بفحص جثة الشيطان واهم الأرواح، فهو أنهى إلقاء التحية على الشيطان السماوي. فبيستغرب بطلنا. وبعدها بنشوف بوذا الشيطاني وباسا عند جثة واهم الأرواح ياسو، وبيقول له بوذا الشيطاني قول لي إيه اللي أنت شايفه؟ فبيقول له باسا تلفت خطوط الطول الثمانية عنده وقلبه فيه تقل بضغط كبير جدا، حصل ده نتيجة استخدام فن السيطرة على الأرواح بصورة كبيرة جدا خلال فترة قصيرة. فبيقول له بوذا الشيطاني هل قصدك إنه مات بجد بسبب انحراف بالطاقة الداخلية؟ فبيقول له باسا ده هو السبب الرسمي للوفاة، إلا إنه من الباين قوي إنه واهم الأرواح مات أثناء مواجهة داخل عالم أوهامه اللي عمله بنفسه. فبيقول له بوذا الشيطاني أي إنه هو اتقتل؟ فبيقول له باسا لا شك في كده، لكن العجيب هو إنه مات رغم استخدامه لتقنية سيطرته على الأرواح. فبيقول بوذا الشيطاني اللي حصل صعب التصديق، من ده اللي بيقدر يتسلل لحصن الوهم الغربي علشان يقتله وبعدها يخرج بدون ما يكشف عن نفسه؟ فبيبص له باسا وبيشاور له بصباعه لفوق. فبيقول بوذا الشيطاني الشيطان السماوي، وبيكمل بعدها وبيقول له سبق واحنا نفينا الاحتمال ده لانه الشيطان واهم الارواح كان احد اعظم اسلحتنا ضد الفصيل الارثوذكسي، وما بينش زعيم الطائفه يوما ما اي عداء شخصي ليه. فبيقول له باسا هل في مشتبه تاني جدير بالظن؟ وبعد سكوت بيقول له بوذا الشيطاني في واحد، وبيساله باسا مين؟ فبيقول له بوذا ابن زعيم الطائفه التاني السيد الشاب. فبيتفاجئ باسا كتير قوي وبيقول لنفسه هل يعقل انهم كانوا بيشكوا في ابن الزعيم من البدايه، لكنه رغم ده اخفى عني الموضوع طوال الطريق لحد ما وصلنا لهنا، وبكل وقاحه دلوقتي عايز يحطني بقلب الفوضى الخطيره دي. وبيقول له بعدها باسا اذا ايه رايك لو قابلنا السيد الشاب التاني بكره الصبح يعني؟ وبعدها بنشوف بطلنا جون بيحيي وبيقول تحياتي لسيد العالم الخارجي باسا. فبيقول له باسا مرت سنين طويله ايها السيد الشاب التاني، اخر مره شفتك فيها كنت صغير وانت النهارده شاب ناضج. فبيقول له يون وصلني خبر انك وصلت من قريب ولابد انه جدولك مليان حاجات، فايه اللي جاب سيادتك عشان تلتقيني؟ فبيقول له باسا رغم البعد ما انقطعتش اخبارك عني ابدا، فاذ بلغني افعالك هنا من وقت قريب. فبيقول له يون ده ما بيستحقش مديح اصلا. فبيقول له باسا متواضع كمان الشيطان السماوي بدا في غايه الاضطراب اسر مقتل للشيطان واهم الارواح ياسو. فبيقول له بطلنا لا عجب بكده، ياسو كان احد اللي بيكن ليهم والدي احترام شديد بين اسياد الشياطين الفائقين. فبيبص باسا لبطلنا وبيقول يا ترى مين ممكن يكون القاتل؟ فبيتفاجئ يون وبيقول له قاتل؟ هل اتقتل بجد؟ وصلني خبر انه مات بسبب انحراف بالطاقه. وبيبص بعدها باسا لبطلنا بعيونه الدمويه وبيقول بطلنا بنفسه قادر اشوف جريان الطاقه من عين زعيم طائفه الرياح السماويه العاتيه، في السابق كنت بشعر بيها بس، اما دلوقتي بقيت اشوفها بعيني الاتنين. وبتلف الطاقه بتاعت زعيم طائفه الرياح العاتيه السماويه باسا حوالين جسم بطلنا وبتقرب من عينيه كمان. وبيقول بطلنا يوم بنفسه يبان انه بيحاول يتاكد من كوني ما استخدمتش اي حاجه زي جوهر العين الدمويه. لحسن الحظ عيني الجديده اللي اتطورت بتقنيه الاعين الجديده مش هتفضح اي حاجه. وبيقول له باسا بعدها هنصرف دلوقتي يا السيد الشاب التاني. فبيقول له بطلنا ليه تمشي كده بالسرعه دي؟ هل ما تقدرش تقعد كمان شويه؟ فبيقول له باسا شفت وشك بعد طول غياب وده كافيني، فانا ما بحبش اضيع وقت راجل مشغول. فبيقول له يون اسعدني لقائك وارجو انه ما يطولش الفراق، فانا شاكر ليك بجد لزيارتك الغاليه. فبيقول له باسا كل اللي عملته ان انا رميت تحيه من خلال مروري هنا ومع ذلك بتشكرني. فبيقول له يون طبعا انا ممتن ليك. وبيقول يون بنفسه القوه اللي اكتسبتها كانت بفضلك، فازاي ما اكونش شاكر؟ فبيقول له باسا على اي حال نشوفك بعدين. وبيمشي باسا من عند بطلنا اثناء ما بطلنا بيقول لنفسه من قبل تراجعي بالزمن وزعيم طائفه الرياح العاتيه ما بيوقفش عن منحي حاجه ورا التانيه. بطبيعه الحال المره دي ما كانش ده عن قصد منه، لكن القدر فضل يلقي بهداياه من ايديه لايديا على غير توقع ولا طلب. علشان كده حتى لو كنت عايز اكرهك مش هقدر اكرهك ابدا. ولما بيطلع باسا بيشوف بوذا الشيطاني بيقول له طيب وايه رايك؟ فبيقول له باسا الولد ده ملوش اي علاقه باختلال فنون السيطره على الارواح لياسو، عشان يقدر شخص انه يهرب بعد ما يعمل الشيطان واهم الارواح فنه فلازم يتقن فنون بوذيه او طويه لاقصى حد او يمتلك شعوذه وسحر من ذات الوزن والمنزله. هو ما بيملكش اي شيء من ده. فبيقول له بوذا الشيطاني هي انك مش شايف انه يون موغيوك هو القاتل صح؟ فبيقول له باسا بالظبط مش هو. فبيقول له بوذا الشيطاني هل واثق من كلامك؟ فبيقول له باسا امسك لسانك شويه، انت لو ما كنتش واثق بكلامي فليه استدعتني كل المسافه دي وجبتني؟ فبيقول له بوذا الشيطاني
الشيطاني، اعتذر لك، ولكن الموضوع خطير، عشان كده كان لازم علي اسالك مرتين واتاكد، ارجو انك ما تاخدهاش على محمل الاهانه. فبيقول له باسا انا واثق من كلامي. فبيقول له بوذا الشيطاني اتفضل، هستدعي الشياطين السبعه الفائقين وارجو انك تبلغهم شخصيا بالموضوع. فبيقول له باسا مفيش داعي لكده، امشي انت وبلغهم، فالرساله واحده. فبيقول له بوذا الشيطاني هل انت متاكد للدرجه دي؟ فبيقول له باسا وليه ما اكونش متاكد؟ فبيقول له بوذا الشيطاني اذا كنت شايف الموضوع كده فما عنديش اعتراض. وبيمشي بوذا الشيطاني سايب باسا وراه، وباسا اللي بيقول لنفسه يا ترى ازاي ايها السيد الشاب التاني ازاي قدرت تقتل ياسو وواهم الارواح. وبعد كده بنشوف دان نصل السماء الدامي وهو بيقول للوقت الحالي اتبرأت من تهمة قتل واهم الارواح ياسو، ولكن قل لي ازاي هربت من عيون زعيم طائفة الرياح السماوية العاتية؟ فبيقول له بطلنا لانه الموضوع ما كانش من فعلي انا، هل احنا ما شربناش مع بعض حتى طلع الفجر يوميها؟ فبيقول له دام يا ولد ما جاش الوقت لسه عشان تسترخي كده. فبين الشياطين الفائقين السبعة الحاليين بعضهم بيرفضوا تصديق قول زعيم طائفة الرياح العاتية، وبالاخص بوذا الشيطاني اللي يفترض كونه اوثقهم فيه فهو اشدهم شك. فبيقول له يون ايها الشيخ دام لو جالك اي شكوك زي ما جات عند بوذا الشيطاني فصارحني فيها. فبيقول له دام وليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ فبيقول له يون لو ابتسمنا النهارده بصدق وبعدها جاء بكره علشان نشيل السيوف ونوجهها لبعض فده هيوجع قلبي اكتر ما هيخليه مليان بالدم. فلو في اي حاجة كانت مضايقاك مني او بين لك اي شيء مش راضيك فاذكره لي فورا، ما تشيلش اي غضب وتخليه يتراكم في نفسك. هل انت ما شفتش بعيونك ان انا اداركت عيوبي ووجهت قصوري بذكاء وحسن تدبير على مدار الاشهر اللي فاتت؟ عشان كده ما تحكمش مسبقا على اللي ممكن يطلع مني، قولي دايما الحاجة اللي انت عايزها. فبيقول له دام طيب وايه اللي هيحصل لو حصل العكس؟ فبيستغرب بطلنا من كلامه وبيقول له دام اذا كان باين ليك ان انا مش كويس او ممكن مرضكش او خيبت ظنك او ما كنتش كويس بمسارك الشيطاني الجديد علشان ابقى عبء عليك او على طريقك، ولو شفتني النهارده كويس بالصحبه وبعدها كشفت ليك الايام اني عجوز طبع ممل الحضور رجع التفكير، هتعمل معايا ايه؟ فبيجي يون عشان يتكلم ولكن دام بيكمل يوم ما هفقد كل جاذبيتي وكل شبابي فانت ايه اللي هتعمله بيا؟ هل هتقتلني زي ما قتلت غيري؟ فبيتفاجئ بطلنا يون وبيقول لنفسه ما افتكرتش انه نصل السماء الدامي دان بيتسأل اذا كنت هقتله هو كمان. وبيقول له بطلنا سبق وقلت لك مسار الشيطاني ما بيقولش ان احنا لازم نحطم افراد الحانات زي الهمج ولا بيتضمن قتل الاصدقاء كمان. فبيقول له دام وكأننا صديقك يا ولد. فبيقول له بطلنا طبعا انت كده وفي حالة غيرت وفقدت ذاتك هقولها لك بكل صراحة. فبيقول له دام بكل صراحة كده وبجراءة يعني؟ فبيقول له يون طبعا بدون مداراة ولا مجاملة ولا مراعاة لمشاعرك اللي اصابها الصدى، هقول لك انه ده وده ما بيعجبنيش فيك، وطبعا مش هنسى ان انا افهمك بقولي انك ممل الصحبة عجوز طبع. فين راح كل شبابك في الماضي؟ ابحث عنه يا عجوز وبعدها نقعد مع بعض علشان نلاقي طريق يرضي بعضنا البعض. فبيقول له دام وايه اللي هيحصل لو ما لقيتوش وما قدرتش اتغير رغم المحاولات؟ فبيقول له يون لو حاولت وفشلت المحاولة فما فيش خيار تاني، ما فيش الا ان احنا نعيش على فتات الذكريات، اما لو ما حاولتش اصلا فوقتها لابد من مواجهة بغض النظر عن مين اخطأ او غضب. فخلينا نطلع كل اللي عندنا من غضب بضربة او اتنين عساها تشيل من صدورنا اي حاجة غلط ضد بعضينا. فبيتفاجئ دام وبعدها بيبص لبطلنا وبيضحك ضحكة طويلة جدا وبيقول في قول انا قلته لك من قبل عايز ان انا ابدله. فبيقول له بطلنا وايه هو بالظبط؟ فبيقول له دام قلت انه حياتي ما كانتش فيها الا الشؤم وسوء الحظ ولربما كنت مخطئ. وبيمشي بعدها من عند بطلنا وفي اللحظة دي سمع بوضوح صوت باب قلب دام بيتفتح لبطلنا وبيقول بيون هسمع دايما للصوت ده. فلحظة انفتاح القلوب على ايدي وبقدر كترة اللي اسمع منهم الصوت ده هي لحظة نموي وارتقائي، فهي عندي سلاح ما بيقل الشأن عن فن الكوارث التسع الشيطانية. اتساءل بجد يا موجي اي من الاصوات بتسمع انت دلوقتي؟ وبعدها عند بطلنا يوم بالليل بيشوفه قاعد وبيقول الطاقة دي وبيطلع بره وبيقول يا ترى اي شيء عظيم بيستدعي حضورك ليا في نص الليل؟ وبيكون باسا جاي عند بطلنا يون فبيقول له باسا جيت علشان اقول لك حاجة. فبيقول يون بنفسه في الساعة المتأخرة دي جيتني لوحدك عشان تقول حاجة؟ وبيقول له يون اتفضل ادخل جوه وقول. فبيقول له باسا الموضوع كبير عشان كده انت اللي هترافاني. وهنا في الثانية دي بيحل الظلام بعدها بيحل النور وبيطلع ضوء عظيم وبيقول بطلنا ده. فبيقول له باسا ايه رايك؟ مش بتعتقد انه الفن
القتالي ده مألوف. فبيبصوا الاتنين لبعض وبيقول له يون لا فهو جديد عليا تماما. فبيقول له باسا ما ظنكش صادق، هل ما شفتش المجال ده لما قتلت واهم الارواح ياسو؟ لعلمك انا واثق انك انت اللي قتلته هنا. فبيقول له بطلنا ما اعرفش ايه اللي انت بتتكلم عنه ده. فبيقول له باسا اتقال لي في الطائفه انه ياسو مات بانحراف واختلال بالطاقه الداخليه، لكنك مش هتقدر تخدع عينيا. واهم الارواح ياسو مات جوه المجال اللي نفذ جواه فنون انتزاع الارواح، عشان كده كان باين بره وكانه اختلال بالطاقه. فبيقول له يون وهل عندك اي دليل على ارض الواقع بيؤكد كلامك ده؟ فبيقول له باسا ما عنديش دليل وما اعرفش باي طريقه انت عملت اللي عملته، لكني واثق ان انت اللي قتلته. فبيقول له يون وليه التاكيد ده كله؟ فبيبص باسا لبطلنا وبيقول لان انا ما اقدرش اقراك، لو كان غيرك اللي قتله لكنت عرفت، ولكوني ما اقدرش اقراك ولا اعرف نواياك فانا ما بستبعدش انك تقتلني يوما ما عن التاني. فبيقول يون بنفسه يا الهي انت قستني كويس قوي. وبيقول له يون ما ظنيتش انه راجل في حكمتك ممكن يغلط كده. فبيقول له باسا انا مش عايز استفزك عشان كده استرخي، ولكني مش عايز اموت هنا زي ما مات هو. فبيقول بطلنا وكاني قادر اقتلك بقوتي الحاليه، انا مش من اللي بيغتروا بنفسهم. وبيقول له يون اذا كنت متاكد للدرجه دي ليه ما قلتش للشياطين او اسياد الشياطين الفائقين؟ لو انك قلت لهم انه والدي نال لي فن الكوارث التسع الشيطانيه لاوم الطائفه كلها راسا على عقب، وبالاخص بالنظر لمدى قربك لبوذا الشيطاني. فبيقول له باسا ما فيش صداقه حقيقيه في الموريوم، انما بيلتقي الشخص باللي بيحتاجه ساعه الحاجه، وبوذا الشيطاني خير مثال على كده. فبيقول له يون وايه اللي انت محتاجه مني حضرتك؟ فبيقول له باسا ولا اي حاجه، انا عايز ان انا امن عليك باللي انا عملته، عشان كده جيتك الليله عشان احرص انك ما تنساش المعروف اللي انا عملته معاك. فبيقول يوم بنفسه هل حصل بين زعيم طائفة الرياح السماوية العاتية وسادة الشياطين السبعة خلاف، أم انهم في الاصل ما كانوش على قدر ما انا ظننت من القرب؟ فبيقول له بطلنا ابتداء في حاجة لازم اوضحها لك، اللي طلع منك ده ما بعدوش اي منا ولا معروف. فبيتفاجأ باسا وبيسأله ليه؟ فبيقول له يون مش الموضوع انك ما كنتش عايز تقول لهم، بل انه نفسك ما توعتكش انك تقول لهم لعدم وجود دليل واقعي. فبيقول له باسا بس انت عارف ان انا كنت قادر ان اقول لهم شكوكي. فبيقول له يون لكن ده في صالحي انا، قولك ليهم برهان ان انا عندي القدرة ان انا اقتل واهم الارواح، ومن ده ربما يستنتجوا انه والدي ورثني فن الكوارث، وبدون دليل قاطع مش هيقدروا يتحركوا ضدي باستخفاف، وبالتالي هتكون لي اليد العليا في قلب الموازين والتحكم بمجريات الامور فيما هو جاي اصلا. فبيتفاجأ باسا من كلام بطلنا يون وبيكمل يون عشان كده الواقع هنا انك عقت طريق وحطيت عقبة فيه. فبيتفاجأ باسا كتير قوي وبيكمل يون بطلنا لو اديت لي معروف لكنت قبلته انا وانا فرحان، ولكن لازم المعروف يكون حقيقي. فبيكون باسا في اشد حالاته صدمة من بطلنا. اما بقى فاحنا بنروح لمكان عند جرس الرعد السماوي وبنشوف باسا واقف قدام الشخص الحارس ده وبيقول له ايه رايك؟ فبيقول له هو يا غبي ليه بتسالني عن الموضوع ده انا؟ فبيقول له باسا لانك وحدك في الغرفة دي فمين عساني ان انا اسال غيرك؟ فبيقول له الراجل الغريب ده اسال حاصد الارواح اللي موجود لك امتى ما تموت. فبيقول له باسا سالته فجاوبني لما يجي موتك هلحق بيك بعدها، فلسوء حظك هتتحرم من شفتي وانا اموت. فبيقول له الحارس مبروك ليك طولة العمر ايها الخنزير الوقت. فبيقول له باسا ما تبقاش الا اهانتين للنهارده، بجد ليه مزاجك سيء النهارده؟ فبيقول له الحارس هل كنت هتشعر بالراحه لو كنت مكاني يا كريه انت؟ فبيكون باسا بيعدي على صوابعه 4 وبيكون فاضل اهانه واحده بس، وبعدها بيوجه له باسا حاجه غريبه وبيدخله في عالم تاني بفرقعه صوابع بس، وبيمسك بعدها السلاسل بتاعته وبيفكه، وبنشوف الشخص الغريب ده او الحارس هو بيجري وفرحان في حقل من الزهور، وبيجي له باسا فبيقول له الحارس اتنحى ايها الزعيم السمين انت بتحجب السما عني. فبيقول له باسا السما دي مزيفه. فبيقول له هو زعيم الطائفه انا بستمتع بجد بالسما الزائفه دي، هل ممكن انك تتنحى عن قدامي؟ فبيقول باسا بنفسه سمحت للراجل ده ب5 اهانات يوميه، والسبب ورا فعلي لشيء زي ده وابقائي على حياته رغم لسانه الحقير هو لكونه انه هو عنده اصفى عقل واعلى ذكاء شفته اطلاقا، عشان كده اسندت ليه جيش طائفه الرياح العاتيه، وكمان كنت بسمع لنصايحه، وحتى لو كلمني وهو بيشتم وغالبا ما كان اللي شايفه صح بيرجع عليا بالنفع مع مرور الوقت، ما حاولتش ابدا اخضعه للالم عشان اكسر ارادته واخليه مطيع من لما عرفته وهو قليل التعلق بالحياه، وكنت عارف ان انا لو ضغطت عليه اكتر لاختار الموت بارادته، ومع ذلك ومع انه كان مش مهتم بالحياه ما فكرش يوما ما انه يخلص على نفسه. السر ده فضولي فسالته في مره عن السبب الا انه ما جاوبنيش ابدا، وبنشوف هنا باسا بيقول له زي ما نصحتني حاولت ان انا امن
معروف على الولد، لكنه طلب مني معروف حي علشان يعترف بيه. فبيسكت الحارس ده وبيقول له باسا هل شايفه بيصلح بجد علشان يكون الوريث؟ فبيقول له الحارس هل ما تشعش كونه هو اللي قتل واهم الارواح وهو شيطان فائق؟ فبيقول له باسا بلى وده شيء مؤكد. فبيقول له الحارس لو ما كانش راجل زي ده جدير بالوراثة فمين اصلا جدير فيها؟ ولكن ازاي لشاب بالكاد بيبلغ العشرينات انه يقتل شيطان فائق؟ فبيقول له باسا انا عارف انه هو ممتاز ولكن ده. فبيقول له الحارس هل خايف يقتلك انت التاني؟ فبيقول له باسا هكون كذاب لو جاوبته بعكس كده، فاللي بيقتل شيطان فائق مين ده اللي ما يقدرش يقتله بعدها؟ فبيقول له الحارس وبكده بقى لك سبب تاني علشان تصف اللي جنبيه. فبيقول له باسا سبب تاني ليه؟ فبيقول له الحارس هل بتظن انه زعيم طائفة الشيطان السماوي بيجهل انه الولد ده هو اللي قاتل واهم الارواح ياسو؟ فبيقول له باسا هل هو عارف بجد؟ فبيقول له الحارس طبعا عارف، الشيطان السماوي للعصر ده راجل استثنائي، راجل مقتدر عظيم الطموح. هل بتدرك ايه اللي بيخططه بصمته هو يا ترى؟ فبيقول له باسا ايه؟ فبيقول له الحارس استخدم عقلك ما تكونش زي البهايم همك من الدنيا اي حاجه تاكلها وبس. فبيقول له باسا دي كانت هنا اضافيه دلوقتي. فبيقول له الحارس لا رفعت صوتي بس عشان ابين لك عظم شأن التفكير. فبيقول له باسا لا شكرا، فكر انت لو اتوليت التفكير عنك فايه نفع انك عايش لحد دلوقتي؟ فبيقول له الحارس اذا كان راجل عظيم ساكت فده اعداد عظيم لخطوه اعظم. فبيقول له باسا هل بتعني توحيد السهول الوسطى؟ فبيقول له الحارس مش عارف ده ومش متاكد منه، ولكني واثق انه اللي حصل كان بامر من الشيطان السماوي او انه كان عارف اللي هيحصل لكنه اختار تجاهل الموضوع. واهم الارواح ياسو كان ارعب خصوم تحالف الموريوم بين الفائقين الثمانيه، اذا استثنينا زعيم الطائفه محاربين السهول الوسطى كانوا بيخافوا واهم الارواح اكتر من غيره، ومع ذلك ادى الاذن لابنه انه يقتله. صدقني الشيطان السماوي بيخطط لحاجه عظيمه. فبرايك لو احكم قبضته على ساده الشياطين فعلى مين هيشن ضربته اللي جايه؟ فبيقول له باسا علينا. فبيقول له الحارس شيطان العصر ده مش هيدخل حرب مع تحالف الموريوم، سايبنا نسرح ونمرح ورا ظهره، اما انه يدفع بينا في نص المعركه او يمحينا من الوجود قبل ما يبداها. فبيقول باسا اللعنه رياح التغيير بتعصف بطائفه الشيطان السماوي. فبيقول الحارس بالظبط، ولو ما ادركناهاش فاحنا موتى. ليك انك تتخيل انه شخص زي واهم الارواح مات في عالم تاني بدون ما يعرف هبوب الرياح دي. هل لازم نهرب ونتقرب من سادة الشياطين الفائقين عشان نحتمي ام نهرب لجانب الشيطان السماوي؟ احسم امرك. فبيقول له باسا هل بتعتقد ان احنا لازم نتقرب من الشيطان السماوي؟ فبيقول له الحارس الشيطان السماوي هو المنتصر. ولما باسا بيسأله ليه بيقول له الحارس الشيطان السماوي العظيم هو جنداء مش هيخوض حرب الا وهو حاسم النصر فيها قبل اشتعالها. نصيحتي هي انك تتعلق بالولد داك مهما كلفك الموضوع، وابدا بكسب وده بهديه. فبيقول له باسا وهديه ايه بالظبط؟ فبيقول له الحارس ادي حاجه ما بتعزش عليك انك تتركها، كده بس هنفضل عايشين. اكتفيت النهارده من النصايح، كفايه مقاطعه ليا وبعد عني. وبيفرح بعدها بالسما وبيضحك ضحكه طويله، وهنا بيفرقع باسا بصباعه تاني وبيقول كفايه لحد النهارده. فبيقول له الحارس لا هرجوك لا شويه بس كمان شويه من الوقت كمان يا لعين انت قلت لك لا. وبيكون باسا بيفكر هيعمل ايه بعدها. وبعد كده بيشوفه عند بطلنا وبيقول له يون انت جيت لي تاني هل عايز تدخل؟ فبيقول له باسا لا تعالى انت معايا. وبعدها بيفرع بصوابعه وبنلاقيهم بمكان غريب جدا، مكان زي صحراء. وبيقول له باسا ايه رايك مش المكان ده موحش؟ هنا مسقط راسي. فبيقول له يون عاجبني الهدوء هنا، لازم تدعوني ان انا ازورك يوما ما. فبيقول له باسا هعمل كده فعلا، فكرت كتير بعد رجعتي ولقيت انك معاك حق، وادركت ان انا ما اديتكش اي معروف حقيقي. خد دي فنون قتال قادره انها تعمل فضاء فرعي زي ده ما يقدرش يستخدمها الا اللي اتقن الفنون الشيطانيه الحقيقيه لطائفه الدم اللي اندثرت دي او اللي اختفت، اسمها فن التنقل عبر الزمكان. فبيتفاجأ بطلنا يون وبيقول لنفسه فن التنقل عبر الزمكان. وبنشوف باسا بيقول له بموت واهم الارواح ياسو بقيت وحدي المتفرد بامتلاك التقنيه دي. فيا ترى ايه اللي هيعمله بطلنا؟ وهل هيقبل التقنيه من باسا؟ وهيعمل ايه بعدها باسا؟ وايه الحرب اللي كان بيخطط لها ووجين الشيطان السماوي؟ كل ده واكتر من احداث اسطوريه جباره هنعرفها في الاقسام اللي جايه. فلو وصلتم للدقيقه دي من الفيديو فمعناها ان انتم الاساطير. حطوا لنا قلب في التعليقات عشان نديكم قلب. بس كده صلي على الحبيب المصطفى اذكروا الله. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهده وسلامات.